السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هناخد تاني درس عندنا في المنهج اللي هو تغير القيم المكانية. بس قبل ما ناخد الدرس النهاردة عايزين نفتكر كده مع بعض كام حاجة هتسهل علينا إن شاء الله الدرس. أول حاجة لما كنا بنيجي نضرب في 10، يعني أنا لما أجي أقول 6 في 10 بكام؟ برافو، في ناس هتقول 6 في 10 ب60، ما احنا حافظينها يا ميس الحاجات دي، يبقى 6 في 10 ب60. طيب أنا لو جيت قلت بدل ما أقول 6 في 10 قلت 16 في 10. احنا اتفقنا من السنة اللي فاتت ان احنا لما بنيجي نضرب في 10 كل اللي بعمله ان انا بنزل الصفر والرقم الباقي بينزل زي ما هو، يعني بنزل الصفر كده واقول 1 في 16 ب16. طيب أنا لو جيت قلت 60 في 10، بصوا كده، أو خليها 70 في 10. 70 في 10 هنضربها ازاي؟ نفس الكلام، هنزل الاصفار، بنقول الاصفار كلها بتنزل والارقام تضرب بعضيها، 1 في 7 ب7. حلو كده. طيب يا ميس انت عايزه تقولي لنا ايه يعني؟ تعالوا كده نشوف قبل الضرب الستة دي كانت في خانة ايه، وبعد ما اتضربت بقت في خانة ايه. الستة هنا كانت في خانة الآحاد، بعد ما اتضربت بقت في خانة العشرات، يعني اتحركت الستة من الآحاد للايه؟ للعشرات. طيب تعالوا نبص كده هنا، الستة والواحد ايه اللي حصل فيها؟ الستة كانت في الآحاد، لما اتضربت في 10 اتحركت راحت بالعشرات، والواحد كان في العشرات اتحرك خانة هو كمان وبقى في المئات. يبقى هنا أقدر أقول إن الواحد اتحرك منين؟ من العشرات راح لخانة المئات. طب 70 في 10، تعالوا كده نبص، السبعة كانت أصلا في خانة العشرات، فلما اتضربت في 10 ما بقتش في خانة العشرات، بقت في خانة المئات. ايه اللي بيحصل ده يا ميس؟ يعني انت عايزة تقولي ان انا كل ما بضرب في 10 الرقم بيتحرك خانة ناحية الايه؟ الشمال. يعني لو هو في الآحاد يتحرك يبقى في العشرات، طب لو هو كان في العشرات يتحرك يبقى في المئات. يبقى انا اقدر من هنا اقول ان الضرب في 10 بيخلي كل رقم من أرقام العدد يتحرك خانة واحدة لليسار، خانة واحدة تتحرك للشمال لما أضرب في 10. طيب تعالوا كده نبص، لو أنا ضربت في 100، يعني أنا لو جيت قلت كده 6 في 100، طبعا احنا عارفين 6 في 100 ب600، نفس الفكرة، هنزل الصفرين، 1 في 6 ب6. طب ولو قلت 17 في 100، الصفرين هينزلوا، وواحد في 17 ب17. تعالوا نشوفوا الأرقام كده ايه اللي حصل فيها. الستة هنا كانت في خانة الآحاد، لما ضربناها في 100 اتحركت كام خانة لورا؟ خانتين. بصوا، كانت في الآحاد عدت هنا بقت في المئات، يعني عدت العشرات وراحت كمان للمئات، اتحركت كام خانة؟ خانتين. طب هنا السبعة كانت في الآحاد، بصوا اتحركت من الآحاد عشرات مئات، اتحركت خانتين. طب الواحد كان في خانة العشرات أصلا، اتحرك بقى في خانة أحاد الألوف، يبقى اتحرك برضو كام خانة؟ خانتين. يعني انت قصدك يا ميس ان احنا لما بنضرب في 10 الرقم بيتحرك خانة ناحية الشمال، ولما بنضرب في 100 الرقم بيتحرك خانتين، يبقى بالتالي لما اضرب في 1000 يبقى الرقم هيتحرك ناحية الشمال 3 خانات. طب هو الرقم زاد ولا نقص؟ كانت 6 هنا بقت 60، كانت 16 بقت 160، كانت 70 بقت 700. يبقى ده معناه ان الضرب في 10 أو في 100 بيعمل ايه في العدد؟ بيزود قيمته. يبقى أنا عاوزاك تطلع من هنا بمعلومتين مهمين جدا. أول معلومة إن أنا الضرب في 10 أو 100 أو 1000 بيخلي قيمة الرقم تزداد، دي أول حاجة. طب تاني حاجة، إن الضرب في 10 بيخلي قيمة الرقم أو كل رقم يتحرك خانة ناحية الشمال، والضرب في 100 بيخلي الرقم يتحرك خانتين ناحية الشمال. يعني أنا لو جيت قلتلك كده هنا في مثال، عند ضرب 57 في 10 فإن قيمة الرقم نقط
هتزداد ولا هتقل؟ ويقول لي هنا قيمة الرقم 7 بتتغير من نقط إلى نقط. ويقول لي تاني قيمة الرقم 5 تتغير من نقط إلى نقط. طيب أنا هحل المسألة الأول وبعد كده هشوف الملاحظات اللي أنا لاحظتها. طبعا لما أضرب 57 في 10 الصفر هينزل، وواحد في 57 ب57 بقت 570. يبقى قيمة الرقم بيحصل فيها إيه؟ بتزيد. طب هنا بيقول لي قيمة الرقم 7 بتتغير من نقط إلى نقط. قيمة ال7 دي كانت هنا في الآحاد، يبقى اتغيرت من 7، يعني كانت 7 في الآحاد بقت هنا في خانة العشرات، يبقى بقت كام؟ 70. لو قال لي القيمة المكانية كنت هقول له قيمة الرقم 7 المكانية اتغيرت من آحاد إلى عشرات، لكن هو بيقول لي قيمة الرقم، يعني ال7 كانت بكام وبقت بكام. نفس الكلام هنا، ال5 اتغيرت من كام إلى كام. ال5 كانت كام أصلا؟ كانت 5 في خانة العشرات، يعني كانت 50. اتغيرت راحت لخانة الايه؟ المئات، فبقت بكام؟ ب500. طيب تعالوا ناخد كده أسئلة تانية ونشوف هنمشي فيها ازاي.
اول سؤال عندي هنا بيقول لي 6.5 في 10. طبعا انا هضرب في 10، ضرب يا حلوين نتحرك لليمين، يبقى هتحرك ناحية اليمين كام خانة؟ خانة واحدة بس عشان ده 10. يبقى همسك العلامة تتحرك من هنا تيجي هنا، فبقت العلامة كده. هي كده بقى ليها لازمة؟ لا خلاص يبقى مشيها، يبقى هي 65 بس. طب هنا هقسم، لا اسمع يا شطار، يبقى نتحرك لليسار. طب كام خانة؟ دي 10، يبقى اتحرك خانة واحدة، يبقى اتحرك ناحية الشمال خانة واحدة هنا، يبقى بقت كده. طب هنا هضرب في 1000، في 1000 يعني همسك العلامة وحركها ناحية اليمين طالما ضرب. كام خانة؟ 3 خانات، ادي 1 ادي 2، ايه ده مفيش تالت، احط 0. يبقى دي بقت 1 2 ادي 3، يبقى المفروض العلامة تتحط بعد الصفر. ليها لازمة كده العلامة؟ لا، يبقى هو 7820. طب هنا 79 في 10، ايه ده يا ميس انت قلتلنا ايوه لو مفيش علامة يبقى الصفر هينزل والارقام تضرب بعضها، 1 في 9 ب9، 1 في 7 ب7. طب 64 على 10، يبقى كل اللي اعمله ان انا هحط العلامة بعد رقم 1 اهو، كأني اتخيل ان هنا في علامة في الاول هنا اهو. هقسم يبقى هحركها ناحية الشمال خانة واحدة، يبقى بقت 6.4. نفس الكلام هنا، لو انا هنا كأن في علامة وملهاش لازمة فانا شلتها. طب هضرب يبقى المفروض احرك العلامة ناحية اليمين رقم 1، ملقتش رقم فبحط له ايه؟ 0. طب هنا هقسم على 1000، يبقى انا همسك العلامة واحركها ناحية الشمال عشان اسمه. كام رقم؟ 3 ارقام، ادي 1 ادي 2، ملقتش تالت، يبقى المفروض محتاجة كمان ايه؟ 0 عشان احط العلامة بعده. طيب تعالوا بقى نلاحظ حاجة كده، هي آخر حتة في الدرس. لو عايزين ما تسمعوهاش دلوقتي وتأجلوها تسمعوها بعدين، تكونوا ذاكرتوا الدرس كويس وحليتوا عليه تمام مفيش مشكلة، يكون أفضل يعني. لما يجي يقول لي 5 في 1/10، تعالوا نمشي المسألة كده فيها خطوتين. 5 في 1 وبعد كده على 10. 5 في 1 هتديني 5 على 10، يبقى بقت 5 على 10. ايه ده؟ طب 32 في 1/10، دول حاجتين هخلص الضرب. 32 في 1 ب32 على 10. ايه ده يا ميس؟ ملاحظين ايه اللي حصل؟ دي بقت 5 على 10، يعني ممكن اقولها 5 جزء من 10. دي بقت 32 على 10، يعني انزل ال 32 واحط العلامة بعد رقم 1. المفروض ان انا هنا بضرب، بس الحقيقة الرقم صغر ما كبرش. يعني العلامة هنا لو كانت في علامة هنا فهي ما اتحركتش ناحية اليمين، دي اتحركت ناحية الايه؟ بصوا كده الشمال. يبقى انا عندي 1/10 ده بنقول عليه فخ. فخ يعني ايه؟ تبقى المسألة باينة قدامك انها ضرب، بس الحقيقة انك عملت قسمة. لان انا بضرب في 1 فالرقم بيفضل زي ما هو. لما اقول 5 في 1 يبقى 5، يبقى انا كده ما زودتش الرقم، فبقيت لي 5 على 10، يبقى انا كأني عملت عملية القسمة. يبقى انا لما بضرب في 1 الرقم بيفضل زي ما هو، فكده الضرب ما زودليش الرقم، بالعكس ده انا في قسمة على 10، يبقى هعمل عملية القسمة. يبقى اول ما الاقي 1/10 دي اعرف ان المسألة فيها فخ. فيها فخ يعني ايه؟ لا يعني لو هي ضرب تبقى قسمة، ولو العكس هي قسمة تبقى ضرب. فمثلا لما اجي الاقي السؤال ده 3.15 في 1/10، اول ما الاقي 1/10 دي اعرف ان المسألة دي فيها ايه؟ فخ. فخ يعني ايه؟ يعني دي مش مسألة ضرب، دي مسألة قسمة. قسمة على 10، يعني كأني اشيل 1/10 دي واحط مكانها على 10. يبقى همسك العلامة واحركها ناحية الشمال. كام خانة؟ خانة واحدة بس عشان دي 10، فتتحرك تبقى كده. طب نيجي هنا بصوا برضو هضرب في 1/10، لا اول ما الاقي 1/10 دي ده فخ، لا هشيلها، يبقى المسألة مش ضرب، دي مسألة ايه؟ قسمة على 10. يبقى همسك العلامة احركها ناحية الشمال خانة واحدة تبقى هنا. طب هنا دي 1/10، لا 1/10 ده ايه؟ فخ. فخ يعني ايه؟ لو قسمة تبقى ضرب، لو ضرب يبقى قسمة، يبقى المسألة دي هنا مش قسمة، دي مسألة ضرب في 10. والضرب في 10 يعني بمسك العلامة احركها ناحية اليمين رقم 1 تبقى هنا. نفس الكلام هنا 1/10 ده فخ، خلاص يبقى شيل ده كله، بدل ما هي على تبقى فيه 10، يبقى همسك العلامة احركها ناحية اليمين رقم 1 فبقت كده، والعلامة هنا ملهاش لازمة. يبقى احنا يا شطار النهاردة عرفنا حاجات مهمة كتيرة قوي.
أول حاجة إن الضرب في 10 أو 100 أو 1000 يحرك العلامة ناحية اليمين على حسب عدد الأرقام. هضرب في 10 أتحرك لليمين خانة واحدة، هضرب في 100 أتحرك لليمين خانتين، هضرب في 1000 أتحرك لليمين 3 أرقام. والعكس القسمة بنتحرك ناحية اليسار ناحية الشمال برضو على حسب عدد الأصفار. هقسم على 10 يبقى أتحرك للشمال خانة واحدة، هقسم على 100 يبقى أتحرك للشمال خانتين، هقسم على 1000 يبقى أتحرك للشمال 3 خانات. طب لو عندي 1/10، 1/10 ده بيبقى مسألة فخ يعني ايه؟ الضرب يبقى قسمة والقسمة يبقى ضرب. يا رب تكونوا فهمتوا، لو فهمتوا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وابعتوها لزمايلكم يستفيدوا معاكم، ولو في اي حاجة ابعتولي في التعليقات. السلام عليكم.